بتكون كاتبه على رجليها كلمه مخطوفه وبتوريها للاستاذه، والاستاذه لما بتعرف انها مخطوفه بتتصدم، والولد اللي خاطفها بيحس انها معاها حاجه وبيقول لو ما ظبطتيش نفسك هاخدك ومش هخليكي تمتحني، وبيكون عامل نفسه طالب عشان يبقى معاها وما تهربش، وبتكتب على ورقه رساله انقاذ وبترميها للمدرسه، بس المدرسه ما بترضاش تتدخل وبتخاف لا يأذيها، فبترمي قلم على الارض وبتحاول توري البنت اللي جنبها انها تنقذها، وبتكتب على الارض انت مخطوفه وبتهز دماغها وبتقول لها فبتروح تاخد الورقه اللي في الزباله عشان تعرف هي كتبت ايه للمدرسه، ولما بتبص في الورقه بتتاكد انها مخطوفه، وبتكتب الرساله في الورقه وتوري الاستاذه ان البنت مخطوفه وان اللي وراها ده هو اللي خاطفها وعامل نفسه طالب، وبلا انجاز عشان نمشي، والاستاذه بتندى على البنت اللي ورت لها الرساله وبتكون كاتبه لها في الورقه اتصل بالبوليس وانده على اي حد شغال في المدرسه، وبتطلع بره بتقول لعامل نظافه المدرسه عايزاك عشان في بنت مخطوفه جوه، وبتروح هي تبلغ البوليس، واول ما بيدخل بتوطي صوتها وبتقول له خد السلاح اللي معاه، وبيقرب منه بيعمل نفسه بينظف وبياخد من جيبه السلاح، ولالا بيقول له انت عملت ايه، وبيقول له انا اسف بس خبطت فيك، وبعد شويه كل بيخلص ما عدا هي، فعشان تعطلهم اكتر لحد ما يجي البوليس بتمسك ورقه الامتحان وبتقطعها وبتقول لها الامتحان ده كله غلط هتعيدي الامتحان، فالولد بيتضايق وبيقول لا مش هتمتحن تاني، وبيروح ياخد البنت، بس البوليس بيدخل في الوقت المناسب وبيقول له سلم نفسك، وكان راح يطلع السلاح بس مش بيلاقيه موجود، والبوليس بيقبض عليه.